عمرك سألت نفسك ليه ممكن تبقى وسط ناس كتير وتحس إنك لوحدك؟ طب ليه بنضحك قدام الناس ونرجع نحس بالفراغ وإحنا لوحدنا؟ طب هل الوحدة معناها إن مفيش حد في حياتك ولا إن محدش فاهمك؟ سيبك من كل دول. ليه في ناس بتحس بالوحدة أكتر وهي وسط أصحابها؟ طيب كان إمتى آخر مرة كنت محتاج حد يسمعك بس من غير نصايح؟ وغيرهم كتير وكتير. من غير ما نضيع وقت نروح لموضوع حلقتنا اليوم وهي الوحدة. عمرك سألت نفسك هو ليه دايما بنشعر بالوحدة حتى واحنا وسط الناس؟ سؤال بسيط في شكله، تقيل في معناه. وساعات السؤال ده بيجي فجأة من غير مقدمات، وانت قاعد وسط ناس صوتهم عالي، ضحكهم مالي المكان، وكل حاجة باين عليها إنها تمام، وفجأة تحس إنك بعيد. مش بعيد بمسافة، بعيد بإحساس. تحس إنك مش حاضر، كأنك متفرج على حياتك من بره. الإحساس ده مش غريب ومش نادر، ومش دليل إن فيك حاجة غلط. الوحدة مش دايما معناها إن مفيش حد. أحيانا معناها إن مفيش حد شايفك بجد، مش شايف شكلك ولا سامع صوتك، لكن شايف اللي جواك، اللي مخبيه، اللي مش بتعرف تحكيه. إحنا اتعلمنا نكون اجتماعيين، بس ما اتعلمناش نكون صادقين. اتعلمنا نرد، نضحك، نشارك، بس ما اتعلمناش نقول أنا تعبان، أنا مش فاهم، أنا محتاج حد يسمعني، من غير ما يصلحني ولا ينصحني ولا يقلل مني. فبقينا وسط الناس بس لوحدنا. الوحدة هنا مش في المكان، الوحدة في المسافة اللي بينك وبين اللي حواليك. مسافة مش باينة بس محسوسة. يمكن أول مرة حسيت بالوحدة كانت بدري وانت صغير، لما حاولت تحكي حاجة مهمة وحد قالك كبر دماغك، مش مستاهلة، انت حساس زيادة. ومن ساعتها اتعلمت تسكت، مش لأنك مش حابب تتكلم، لكن لأنك مش ضامن اللي هيسمعك. ومع الوقت السكوت بقى عادة، والوحدة بقت رفيق. كبرنا وكبر معانا الإحساس ده. بقينا نعرف ناس أكتر لكن نفهم أقل، نقعد مع بعض أكتر لكن نلمس بعض أقل. كل واحد فينا شايل حكاية، بس مش لاقي الوقت ولا الأمان إنه يحكيها. وبين كل ده دخلت السوشيال ميديا، وعادتنا إنها تقربنا، لكنها في الحقيقة كشفت وحدتنا أكتر. نشوف ناس مبسوطة، ناجحة، ضحكة، وننسى إن اللي ورا الشاشة إنسان زينا، بيتعب ويخاف ويحس بالوحدة، بس بيختار يطلع أحسن لقطة بس. فنقارن جوه هدوءنا ونطلع إحنا الخسرانين، نحس إننا أقل، متأخرين، لوحدنا. والوحدة هنا بتبقى أعمق، مش بس إحساس، دي فكرة بتقعد في دماغك وتقولك أنت مختلف، أنت مش شبههم، أنت لوحدك. وفي الليل الوحدة بتبان أكتر، لأن مفيش ضوضاء تهربك من نفسك، مفيش مكالمات، مفيش إشعارات كتير، مفيش تمثيل. في الليل انت واحساسك بس. ساعات الوحدة تيجي وانت مش حزين، تيجي وانت ثابت هادي، بس حاسس ان في حاجة ناقصة، فراغ مش عارف تملاه. وساعات تيجي وانت تعبان وتكبر وتضغط على صدرك، وتخليك تسأل أسئلة ملهاش إجابات سريعة. ليه أنا حاسس كده؟ هو ده طبيعي؟ هو أنا لوحدي؟ الحقيقة إنك مش لوحدك، بس الإحساس نفسه مخادع، بيخليك تحس إنك الوحيد اللي حاسس. والوحدة مش دايماً عدو، أحياناً هي رسالة بتقولك أنت محتاج تقرب من نفسك شوية. إحنا تعودنا نملى الوقت بأي حاجة، موبايل، شغل، ناس، صوت، لكن قليل قوي لما نقعد مع نفسنا بصدق، من غير ما نهرب، من غير ما نغطي الإحساس. الوحدة لما تفهمها بتهدى، لكن لما تجري منها بتطردك. يمكن المشكلة مش إننا لوحدنا، يمكن المشكلة إننا مستنيين حد ينقذنا من الوحدة، مع إن أول شخص محتاج يحتويك هو أنت. مش لازم تكون قوي دايما، مش لازم تكون فاهم كل حاجة، مش لازم تبقى تمام. كونك بتحس بالوحدة معناه إنك إنسان، إن عندك عمق، إن جواك مساحة للتفكير. وفي ناس كتير، يمكن أكتر مما تتخيل، حاسين بنفس الإحساس دلوقتي، بس كل واحد ساكت في مكانه. يمكن الفيديو ده أو الصوت ده
هو اللحظة اللي تحس فيها إن في حد حاسس بيك، مش بيصلحك، مش بيغيرك، بس بيقولك أنت مفهوم. والوحدة مش هتختفي فجأة، بس ممكن تخف، ممكن تتحول من وجع لصحبة هادية تعلمك عن نفسك. ولو الليلة دي حاسس بالوحدة، حاول ما تحكمش على الإحساس، اسمعه، سيبه يتكلم، وبعدها سيبه يمشي. انت مش لوحدك، يمكن مش دلوقتي، لكن يوم ما هتحس انك متشاف. واحيانا الوحدة ما بتجيش من الناس، بتيجي من انك مش عارف تكون على حقيقتك، انك حاسس ان النسخة اللي بتطلع للناس مش هي النسخة اللي جواك، فتفضل عايش بنصك، نص ضحكة، نص كلام، نص حضور، ومحدش ياخد باله لأنك متقن الدور، بس جواك في حاجة بتتآكل بهدوء. يمكن عشان كده الوحدة بتوجع، مش لأنها فراغ، لكن لأنها كذب طويل على النفس. إحنا ساعات بنخاف نكون نفسنا عشان خايفين ما نتحبش أو ما نتفهمش أو نتساب، فبنختار الأمان حتى لو كان الأمان ده وحيد. والغريب إنك ممكن تكون محاط بناس بتحبك، بس عمرك ما حسيت إنك متشاف فعلا، لأن اللي قدامهم مش أنت، ده اللي أنت سامح لهم يشوفوه. والوحدة هنا مش ذنبهم، دي نتيجة خوفك. وفي لحظة ما تحس إنك تعبت من التمثيل، تعبت من الشرح، تعبت من إنك تبقى مفهوم غلط، فتنسحب بهدوء، تقعد لوحدك وتقول الوحدة أرحم. بس الوحدة نفسها لو طولت بتتحول من هدوء لثقل، تبقى قاعد ساكت بس دماغك شغالة، تفتكر كلام قديم، مواقف صغيرة، نظرات كنت فاكرها عادية وطلعت موجعة. والوحدة تحب التفاصيل، تحب تكبرها، تحب ترجعك ورا. ومع الوقت تبدأ تحس إنك غريب حتى عن نفسك، مش عارف إنت زعلان ليه، ولا عايز إيه، ولا مستني مين. وده أخطر نوع وحدة، إنك تحس إنك تايه وإنت واقف مكانك. بس خليني أقولك حاجة يمكن أول مرة تسمعها، مش كل وحدة محتاجة حل، بعض الوحدة محتاجة اعتراف. اعتراف إنك مش قوي زي ما الناس فاكرة، إنك محتاج، إنك بتضعف، إنك بتتوجع من حاجات بسيطة. الاعتراف ده لو حتى بينك وبين نفسك بيخفف نص الحمل، لأن أكتر حاجة بتطول الوحدة إنك تحاربها. لكن لما تقعد جنبها وتبطل تسأل ليه أنا كده، وتبدأ تقول أنا كده دلوقتي عادي، ساعتها إحساس يهدى. إحنا تربينا إننا نخجل من وحدتنا، نحس إنها نقص، عيب، فشل، مع إنها في الحقيقة مرحلة بيمر بيها كل إنسان بيفكر وبيحس وبيسأل. الناس اللي عمرها ما حست بالوحدة غالباً عمرها ما وقفت تسمع نفسها. والوحدة مش معناها إنك مش محبوب، أحياناً معناها إنك مش لاقي الشخص الصح في الوقت الصح بالعمق الصح. ويمكن الشخص ده يكون أنت. يمكن أول مرة في حياتك تحتاج تكون صاحب نفسك، مش قاضي عليها، مش ناقد ليها، صاحب بس، تقعد معاها من غير موبايل، من غير صوت، من غير هروب، وتسمع. هتلاقي إن في وجع قديم مخزون مش واخد حقه في الكلام، ولما يطلع هتحس بتقل، بس بعده راحة. والوحدة مش هتمشي مرة واحدة، لكن هتغير شكلها من خوف لفهم، ومن فراغ لمساحة، ومساحة إنك تعيد ترتيب نفسك. وفي يوم، مش فجأة ولا بدراما، هتلاقي إنك بقيت أهدى، مش لأن الناس زادت، لكن لأنك بقيت أخف. ولو رجعت الوحدة تاني، وهي بترجع، مش هتخوفك زي الأول، لأنك عرفت إنها بتيجي وبتمشي، وإنك تقدر تعيش حتى وهي موجودة. ولو أنت سامع الكلام ده دلوقتي وحاسس إن في جملة لمستك أو وقفتك أو وجعتك شوية، ده معناه إنك حي، وإن الإحساس اللي جواك مش وهم. أنت مش لوحدك في إحساسك، حتى لو أنت لوحدك في أوضتك. وفي اللحظة دي بالذات في حد تاني في مكان تاني حاسس بنفس الإحساس، يمكن بنفس الكلمات، وده لوحده سبب يخلي الوحدة أخف شوية. فلو تحب، سيب الصوت ده شغال،
وسيبه يمشي معاك من غير ما توصل لنتيجة. مش كل حاجة لازم تتفهم، بعض الحاجات بس لازم تتحس، وتصبح على هدوء، وتصبح على سلام، وتصبح وانت فاهم إن الوحدة مش نهاية الحكاية، دي سطر هادي في نصها.